فيلمنا النهارده رعب من العيار التقيل، فلو انت بتخاف روح احسن، لكن لو بتحب الرعب اخبط لايك واشترك في القناه ويلا بينا. بيبدا فيلمنا مع ارما وهي موجوده عند دجال وبتطلب منه يعمل لها عمل لابن عمها يخليه يسيب مراته ويحبها هي، فالدجال بيسمع كلامها وبياخد منها صوره ابن عمها وبيقول لها ان هو هياخد راي الجن اذا كانوا هيرضوا يساعدوها ولا لا، وفعلا الجن بيوافق وبيدخل في جسم صاحبتها وبيقول لها ان جيلان ابن عمك هيفتح عليكي بوابات الجحيم. وبعدها بنشوف ارما هي وامها وهم رايحين يزوروا ابن عمها جيلاني واللي بيكون متجوز وعنده طفله، ولما بيدخلوا بيبداوا يحتفلوا بعيد ميلاد صوفيا بنته واللي بتكون فاقده البصر بسبب ان الشبكيه بتاعت عينيها انفجرت وهي في بطن امها لان امها اتاخرت في ولادتها. ولما بيخلص عيد الميلاد بنتفاجئ لما ارما بتروح تتكلم مع جيلاني وبيكونوا الاتنين على علاقه ببعض، وبنعرف انها للاسف حامل منه من غير جواز، فبتهدده ان هو لو ما اتجوزهاش واعترف باللي في بطنها هتقول لمراته على كل حاجه وتفضحه في العيله كلها. فجيلاني بيقول لها انت لو عملتي حاجه زي كده انا هقتلك. وبعد كام يوم ارما بتحاول تتصل بيه لكن ما بيردش عليها، وفي نفس الوقت ده اختها بتدخل عليها وبتقول لها سيبك من اللي في دماغك، ده راجل متجوز وعنده طفله كمان. لكن ارما بتقول لها انت مالكيش دعوه، ولما ما بيرضاش يرد عليها بتروح له ارما مكان شغله وبتهدده ان لو ما اتجوزهاش هتقتل نفسها دلوقتي وتعمل له مصيبه في المكان. واثناء ما جيلاني بيحاول ان هو يمسكها وياخد منها السكينه بتقع على الارض وبتنزف دم، فبياخدها جري على المستشفى وبنعرف ان حصل لها اجهاض وان الطفل اللي في بطنها مات. فجيلاني بيقول لها ان الطفل اللي ما بيننا خلاص مات وبيديلها فلوس كمان علشان تحاسب المستشفى، وبيطلب منها ما تتصلش بيه تاني وما تحاولش تتعرض لمراته ولبنته. لكن ارما من حبها ليه ما بتبقاش راضيه عن اللي هو عمله وبتفضل تصرخ في وشه وبتطرده بره الاوضه وبتفضل تقوله ان هي هتندمه على كل لحظه فكر فيها ان هو يأذيها. وبالليل وجيلاني مروح على بيته بيقابل في طريقه امام المسجد واللي بيقول له انت بقالك فتره ما بتجيش تصلي معانا، وبيديله ازازه ميه بيكون مقري عليها قران وبيطلب منه ان هو يشربها علشان تطهر جسمه من السموم واي اعمال. وفي نفس اليوم ده بالليل بعد ما بيروح جيلاني بنشوفه وهو نايم وبيحلم بكابوس ان بنته واقفه جنبه ومطلعه عينيها وحطها في ايديها وبتقول له انت السبب يا بابا في كل اللي بيحصل لي. فجيلاني بيقوم من النوم مفزوع وبيروح يطمن على بنته وبيقف جنبها وبيفتكر اللي حصل زمان، وساعتها بقى بنكتشف ان هو فعلا السبب ان مراته تتاخر في الولاده لحد ما الشبكيه بتاعت بنته انفجرت وهي في بطن امها. وتاني يوم الصبح في خطبه الجمعه بيكون امام المسجد بيتكلم عن سجين وهي الدرك الاسفل من النار وان قد ايه خدام النار دي مليانين حقد وغل وشر من البشر. وساعتها بقى بتكون ارما راكبه الاتوبيس علشان تروح عند دجال واللي قررت ان هي تعمل عنده السحر الجيلاني. وفي نفس الوقت ده انيسه مرات جيلاني بتدخل على بنتها صوفيا واللي بتكون بطنها وجعاها، ولما انيسه بتحاول تشوفها بتلاحظ ان في بقعه دم على فستانها. وفي نفس الوقت بتكون ارما وصلت عند الدجال وبتديله كل الذهب اللي معاها وبتقوله ان هي عايزه تدمر حياه جيلاني وما يبقاش شايف حد غيرها ويرجع لها راكع تحت رجليها. فالساحر بيقول لها ان هو يعمل لها سحر مش هتقدر ترجع فيه ابدا، وده لانه هيستعين بجن من قبائل سجين لان دول هم اللي هيقدروا يشفوا النار اللي جواها. والساحر بيعرفها ان هو هيموت لها مرات جيلاني وبنته وان كل الناس له هيتاذوا، وساعتها بقى جيلاني مش هيشوف حد قدامه وهيرجع لها راكع. وبيطلب الساحر منها ان هي تجيب له اي حاجه تخص انيسه مرات جيلاني ويستحسن لو كان دم. وتاني يوم الصبح بنشوف ارما وهي بتزور انيسه في البيت بحجه ان هي مسافره وجايه تسلم عليهم قبل ما تمشي، ولما بتدخل بتقعد معاهم شويه وبتطلب من انيسه انها تدخل الحمام، ولما بتدخل بتفضل تدور على اي حاجه تخص انيسه لحد ما بتلاقي شعر في المشط بتاعها وبتلاقي حاجه خاصه فيها دم موجوده في الزباله فبتاخدهم وبتمشي. وبعدها بتروح للساحر وبياخد فعلا الحاجات دي وبيبدا يعمل عليها الطقوس، وبتكون الطقوس بتاعتها مرعبه لانه بيجيب رجل بني ادم حقيقيه وراس خنزير وبيعمل عليهم اعمال السحر بتاعه وبيفضل يقول التعويذه باعلى صوت عنده، والمكان كله بيفضل يتهز والعظمه اللي في ايده بتتكسر وكل حاجه بتقع من مكانها، وطبعا بيبان قد ايه السحر ده قوي جدا. وساعتها الساحر بيقول لها ان كل حاجه تمت بنجاح وان انيسه حياتها هتتدمر في خلال 5 ايام. واول يوم انيسه بتدخل لحماتها الاوضه واللي بتكون قاعده في السرير وما بتتحركش منه، وانيسه هي اللي بتكون بتاكلها، لكن فجاه انيسه بتتغير وبتكون خلاص هتموت حماتها، وعلى اخر لحظه بتفوق وبتكون مصدومه من اللي هي عملته فبتعتذر لها وبتسيبها علشان تشوف الاكل واللي بيكون عباره عن عدس بيغلي. ولما انيسه بتنزل علشان خاطر تشوف الغسيل بنلاحظ ان باب الاوضه بتاع حماتها بيتفتح لوحده، وحماتها بتكون ماشيه على رجليها لاول مره من سنين طويله لحد ما بتوصل للبوتاجاز وبتجيب الحله بتاعت العدس. وفي نفس اللحظه اللي بتكون انيسه رجعت فيها وبتشوف حماتها قدامها ماسكه الحله وبتدلوها على نفسها، فبتصرخ من المنظر ده وحماتها جسمها كله بيتسلخ وبتقع ميته. وبعدها بالليل وهم بيصلوا عليها بتظهر انيسه قدامهم وبيكون شكلها مرعب والشيطان بيكون مسيطر عليها، وبتشيل الكفن بتاع حماتها وبتحدفه لبعيد وبتفضل تصرخ بطريقه مرعبه وكل اللي موجودين بيبقوا في حاله ذهول وبيحاولوا ان هم يسيطروا عليها. وساعتها بتكون ارما واقفه وشايفه كل ده
قدام عينيها وبيبان على وشها الفرح. اما بقى امام المسجد بيحاول ان هو يسيطر عليها وبيحط ايده على دماغها وبيفضل يقرا ايات من القران لحد ما انيسه بتهدى وبترجع لطبيعتها. وبعدها نفس اليوم بالليل لما بيروحوا البيت، لما بيناموا جيلان بيسمع اصوات مرعبه بتبقى جايه من الصاله وبيفضل ماشي ورا الصوت لحد ما بيلاقي ستات شكلهم مرعب بيكونوا حاطين جثه في وسطهم وبيعملوا عليها طقوس معينه. ولما جيلاني بيخاف وبيطلع يجري بيقع من على السلم وبيغمى عليه، ولما بيرجع يفوق تاني بيلاقي نفسه متكفن ومحطوط في وسطهم، والستات دي بتعمل عليه هو الطقوس وبتهجم عليه واحده فيهم وبتفضل تقول له كلمات مرعبه لحد ما جيلاني بيفوق من النوم وبيطلع ان كل ده كابوس، وبيلاقي ان بنته هي اللي واقفه جنبه وبتصحي انيسه اللي حالتها بتبقى عماله تسوق يوم عن التاني. وبنروح لبيت ارما واللي بنلاقي امها بدون اي مقدمات عماله تكسر في المطبخ زي المجنونه وبتفضل تصرخ وتقول كلمات غريبه وبتاخد حته ازاز وبتبلعها وبتموت. ولما بترجع ارما واختها من بره البيت بيفضلوا يندهوا عليها وبيلاقوها ميته في المطبخ والدم مغرق كل المكان. وطبعا ارما بتكون مصدومه وما بتكونش عارفه كل ده بيحصل ليه وبتفضل تعيط على امها. وتاني يوم الصبح بعد دفن امها ارما بيكون ضميرها صحي وبتحكي لاختها كل حاجه وبتقول لها ان هي عملت سحر لابن عمها جيلاني وانها مش هتقدر ترجع فيه ابدا، وان كل اللي بيحصل للعيله ده من ورا السحر اللي عملته. وبتقول لها ان هي كانت عامله السحر ده لانيسه مراته وما تعرفش ايه اللي حصل لباقي العيله وليه بيحصل كل ده. وفي نفس الوقت بتكون انيسه قاعده مع بنتها وشكلها مرعب وبنتها بتفضل تكلمها لكن انيسه مش معاها خالص. وفجاه بيجي لها تشنجات وبتفضل تصرخ وبتطلع تجري على الترابيزه وبتعمل مشنقه، لكن على اخر لحظه بيبقى جوزها وصل وبيقدر ينقذها وبياخدها في حضنه وبيفضل يعيط عليها. وبعدها بيجيب لها امام المسجد وبيفضل يقول عليها ايات من القران، وبعد ما بيخلص بيقول له ان هي ممسوسه من اقوى انواع الجن وانه مش هيعرف يعالجها لوحده، وبيطلب منه ان هو يجيبها له النهارده بالليل في المكان اللي بيعمل فيه الجلسات بتاعته. وبيقول له حاول تفكر مين اللي بيكرهك وممكن يعمل حاجه زي دي، لان معرفه الشخص اللي عمل لكم الحاجه دي او نوع السحر اللي عمله هيسهل علينا حاجات كتير. وبعد ما بيخلص وهو بيوصله جيلاني بيلاقي ارما واختها جايين له البيت، وارما بتكون قررت ان هي تقول له على كل حاجه وان هي اللي عملت السحر عشان خاطر يسيب مراته ويتجوزها. وطبعا جيلاني بيتصدم من اللي حصل وبيقول لها ان هو هينتقم منها، لكن اهم حاجه عنده دلوقتي هي انيسه مراته وانه يقدر ينقذها من اللي هي فيه. ارما بتاخد اختها وبتروح على البيت وبتقول لها ان هي هتروح للساحر اللي عملت عنده السحر يمكن تقدر تخليه يوقفه، لكن اختها ما بتردش عليها فارما بتستغرب جدا. وفجاه شكلها بيبقى مرعب وبتفضل تصرخ في وش ارما، وارما بتتخض وما بتكونش مصدقه اللي هي شايفاه وبتهجم عليها وبتخنق فيها وبتكون عاوزه تقتل ارما وبتحاول ان هي تهرب منها لحد ما بتدخل اوضه وبتقفل على نفسها. واختها بتحاول ان هي تكسر الباب عليها لكنها ما بتعرفش وفجاه الصوت بيهدى، ولما ارما بترجع تفتح الباب تاني ما بتلاقيش اختها موجوده بره، لكن فجاه بتنط من الشباك وبتفضل تجري وراها لحد ما بيطلعوا بره البيت. وارما بتمسك طوبه علشان خاطر تموتها لكن بتلاقي ان اختها رجعت لشكلها الطبيعي، لكن فجاه بتتحول تاني وبتطلع على الشجره علشان ترمي نفسها وساعتها بتقع ميته. وفي نفس الوقت ده بيكون جيلاني خد مراته عند امام المسجد علشان يعملوا جلسه الطرد ويخرجوا منها الروح المستحوذه عليها. ارما بتكون سابت اختها وراحت عند الدجال علشان خاطر يشوف لها حل، لكن الست لما بتفتح الباب بتقول لها ان مفيش حد موجود هنا بالاسم ده وبتحاول ان هي تطردها، بس ارما بتزقها وبتحاول تدخل بالعافيه. وفي نفس الوقت بيبدا امام المسجد يعمل الطقوس على انيسه، واول ما بيحط على وشها ميه مقري عليها قران انيسه بتفضل تصرخ باعلى صوت عندها وبتحس ان وشها زي ما بيكون بيتحرق وبتقع منه الازازه وبتكون عاوزه تهجم عليه وتموته، وكل الموجودين بيمسكوها وبيحاولوا ان هم يسيطروا عليها، لكن انيسه بتفضل تصرخ باعلى صوت وبتعمل حركات مرعبه. وفي اللحظه اللي ارما بتفضل تدور فيها على الساحر في البيت وبتنده عليه في كل البيت لكن محدش بيرد عليها، وبنرجع تاني الانسه اللي بيجيبوا لها ماشيه مكتوب عليها كلام وبيلفوها بيها وامام المسجد بيدلق عليها ميه وبيفضل يقرا ايات من القران وانيسه بتفضل تصرخ وما بتكونش مستحمله اللي بيحصل ده. وبنرجع عند ارما اللي بتبدا تكسر في المكان وفجاه بتهدى انيسه وبيفتكروا ان هي اتعالجت، لكن فجاه المكان بيفضل يتهز بطريقه مرعبه وكل حاجه موجوده فيه بتطير عليهم ويفضلوا يوحدوا الله، وامام المسجد بيرجع يقرا ايات من القران تاني، لكن انيسه بتفضل تضحك بطريقه مرعبه وفجاه شكلها بيتغير وكلهم بيخافوا منها، وامام المسجد بيفضل يقاوم معاها وبيقرا ايات من القران، لكن فجاه انيسه بتطير في الجو وبتفضل تضحك نفس الضحكه المرعبه. وارما اللي بتكون موجوده في بيت الدجال بيفضل جسمها يتكسر وكأن في حاجه مسيطره عليها هي اللي بتكسره، لحد ما الشيء الخفي ده بيقدر يسيطر عليها بالكامل وبتموت نفسها. وفي نفس الوقت انيسه بتكون بتقول كلمات مرعبه وهي طايره في الجو وعماله تبص لجوزها وبتقول له انت السبب في كل اللي بيحصل لانك خنتني وجبت طفل من الحرام. وامام المسجد بيجيب عصايه وبيكون عاوز يضرب بيها انيسه، ولما جيلاني بيمنعه بيقول له ان هو مش هيضربها هي
وان اللي هيحس بالوجع الكائن اللي مستحوذ عليها، وقبل ما يضربها بتحصل حاجه بتخليهم كلهم يقعوا على الارض ويغمى عليهم. وانيسه بتكون قدرت ان هي تفك نفسها وبتروح على جوزها وبتفضل تخنق فيه وبتكون عاوزه تقتله، لكن امام المسجد بيفوق على اخر لحظه وبيضربها على دماغها وبتفقد الوعي. ولما جيلاني بيحاول يفوق انيسه تاني بيكتشفوا ان هي ماتت، وفجاه بتظهر صوفيا بنته قدامهم وبيكون شكلها مرعب. وهنا بنكون بنفهم الحقيقه وان كل ده بيحصل ليه، وبنفهم ان الجن ده كان مسيطر على صوفيا بنت جيلاني مش على انيسه مراته. وبنرجع للمشهد اللي انيسه لقت فيه دم على فستان بنتها وعرفت ساعتها ان هي بلغت. وفي نفس اليوم ده ارما زارتهم في البيت علشان خاطر تاخد اي حاجه تخص انيسه تعمل عليها السحر. ولما دخلت الحمام قررت ان هي تاخد الحاجه الخاصه من الزباله واللي كانت بتاعت صوفيا مش انيسه، وان الساحر عمل السحر على الدم لانه بيكون اقوى في السحر بتاعه، وان الساحر قال لها ان صاحبه الدم هتموت هي وعيلتها في خلال 5 ايام، وعشان كده كلهم ماتوا لان هم يعتبروا من عيلتها هي وامها وابوها، وان الدور المره دي على ابوها. وبتفضل تخنق فيه لحد ما بيموت وبتصرخ في وش امام المسجد اللي بيغمى عليه. وبنعرف بقى ان في القصه الحقيقيه مات 48 فرد من عيله صوفيا، اما بقى صوفيا بتكون نهايتها الموت هي كمان. وبيخلص فيلمنا. لو عجبك الفيلم ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد.